استراليا أبادت السكان الأصليين، كندا معظم السكان الأصليين، إفريقيا تم استباحتها بشكل تام، الشرق الأوسط ومعظم دول آسيا. فإذا أوروبا التي نراها اليوم الفاضلة قامت قامت على دماء وأشلاء الشعوب بالإضافة إلى النهب. واستغربت لشيء عجيب جدا، الجزائريين حتى يتصالحوا الفرنسيين مشان يتصالحوا مع الجزائريين كيعني بادرة حسن نية قبل كم سنة، أعادوا جماجم قادة الثورة الجزائرية إلى الجزائر. فأنا قعدت أبحث، طب هم شو بدهم في الجماجم؟ اكتشفت إنه في كل تقريبا عمليات الإبادة التي وقعت في إفريقيا كانت الجماجم تهدى ويتم تبادلها بين الناس سوفينيرز كهدايا تذكارية. فالجندي بقتل حد بقطع راسه باخذ الجمجمة ببعثها لأهله، إنه شفتوا كيف؟ مثل كيف أنت الآن بتصيد حيوان وروح بيعملوا له ستافينج ويجيب بيعملوا له كذا ترميم وبحطوه على أساس إنه صاد هذا الحيوان في إفريقيا. بالضبط هذا الذي وقع. هناك آلاف الجماجم من ناميبيا لا تزال في ألمانيا، وآلاف الجماجم من تنزانيا لا تزال في ألمانيا، ومن كل أنحاء إفريقيا لا تزال في أوروبا، لأنها كانت تهدى كتذكار عن مغامرات الشباب الألمان والجنود الفرنسيين والجنود الهولنديين والدنماركيين في إفريقيا، تهدى لآبائهم، لأمهاتهم، لعائلاتهم، لأصدقائهم في العالم. فهكذا كانت قيمة الإنسان. فلذلك هذا المبدأ يفسر لك شيء مهم جدا.